الو الو يا محمد. هذا هو. ازيك عامل ايه يا حبيبي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. هو انت طلعت باسم الحركه في البرنامج بتاع امبارح يا محمد؟ ايه؟ انت طلعت باسم الحركه في البرنامج بتاع امبارح؟ اه طبعا. طلعت باسم عضو حركه 6 ابريل الدوله الديمقراطيه؟ اه. ليه؟ انت طالع على اساس ايه يعني؟ يعني انا ايه؟ مين اللي صرح لك انك تطلع؟ صراحة اطلع؟ انا طالع يا حبيبي بورقه ومستندات بنتكلم عن التمويل اللي انت كنت اتكلمت فيه اصلا في قناه الناس مع خالد عبد الله وزياده الخباط. ده عندنا في الجامعه الديمقراطيه؟ نعم. امال انا ايه عندنا؟ امال انا ايه حبيبي؟ ولكن انت مبسوط؟ حد بلغ ان انا مبسوط؟ ده كان امتى الكلام ده ان شاء الله؟ يعني انت ما تعرفش قبل كده قرار بالفصل؟ قرار بالفصل بناء على ايه يعني؟ بناء على ايه؟ طب اعتبره فعلا. ايه؟ اعتبره فعلا. ده بقى كمان بس ثواني بروح خليك معايا دلوقتي. خليك معايا افهم بس بناء على ايه؟ ايه؟ بناء على قرار الفصل ده يعني. انت مش طالع لك قرار من الفصل ما تعرفش ولا ايه؟ ايوه بناء على ايه يعني ليه؟ هو سؤال انت عارف ولا لا؟ مش عارف طبعا. مين بلغت كده وانا خالص عارف. ده بقول لك يا حبيبي ازاي يعني واحد من اول ناس كانوا معاك انت وعمرو عز في ايوه انت ازاي مش عارف يعني؟ ازاي ليه؟ المفروض ان انت عارف وعارف ده كويس. المفروض ان انت عارف. ايوه ازاي بتاع قرار خاص عايز اقعد معاك. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده كان اخر مره قاعد معاك انا وانت واحمد رفعت وكان ساعتها كان محمود سامي اللي بيقولوا في المقاله بتاع الحركه وساعتها ولسه قبلك في الميدان بتاعت اخر احسن الموجودين فيه. ايه طارق؟ بقول لك ايه؟ قول. يعني انا ليك ولا بدور؟ كلمتني وقلت لي انا اتخطبت ليه؟ وقلت لي ان انا يا حبيبي افهمني يا ابني افهمني كان فصل بناء عليه اصلا. بناء عليه اصلا؟ قصه ثانيه بس يعني لا هو اي حد بقى طيب هو لازم اطلع اي حد يتكلم عن التمويلات دي والموضوعات يعني انت ايه اللي طلعك على التلفزيون امبارح؟ يعني انت رايح التلفزيون امبارح فيديو لا فيديو واحد بيخش احمد مالك والناس دي كلها وتعالى بكتيريا ودي دلوقتي معتبر ان انت مبسوط صح؟ اه طبعا. طيب اي حد بيطلع في الحركه من غير ما ياخد اسمه ده بيتكسر. ده تمام. اي حد هيديلك بيان فصل وهيتباعد في نفس البرنامج اللي انت بتساعد فيه. وقالوا يا حبيبي يعني لو اي حد بيطلع في الحركه يعني مش اي حد ممكن يطلع. يا حبيبي اي حد يطلع يا حبيبي مش حاجه اسمها ايه الورقه ده انت جبته منين؟ لا جبته منين دي بقى دي حاجه بتاعتي من بسمه فؤاد. ليه بسمه فؤاد؟ يعني دي بسمه فؤاد. مش انت فرحت قوي ان انت طلعت مع راجل حقيقي ما فرحتش يا حبيبي انا بقى في الحركه صح؟ يا حاجه في الحركه اصلا. يا هتقول انت اللي معاك حاجه اصلا؟ ازاي تطلع اسم الحركه؟ ازاي؟ يا ابني ازاي وانا ولا الحركه ولا ايه؟ انا من مؤسسينها يا حبيبي ازاي يعني؟ مؤسسينها مين؟ انت ازاي تطلع من غير ما نقول لحد ان انت طالع؟ يعني انا يا حبيبي ولا ايه ده حاجه كده؟ تجرب اصلا انت شخصيا بكده ايه ده حاجه بكده؟ لا احنا مفيش حد معاك كنت طلعت قلت الكلام ده ما الورق ده جالي وانا جالك كنت طلعت انا قلته. تشرف المغرب يعني. لا يعني في الحقيقه يعني احنا حركه بنحاول ان احنا كشباب ان احنا نحيي ايديولوجياتنا جانبا ورؤانا وان نتوحد جميعا على هدف عام. كان الهدف القديم هو اسقاط النظام، الهدف الان هو ان نجعل مصر حره ديمقراطيه متقدمه. هذه الامور هي نتجمع حولها. انا مثلا كنت من انتمي الى جماعه الاخوان المسلمين فتره من الفترات. كثير من الان موجود في جماعه الاخوان المسلمين موجود ينتمي الى التيارات السلفيه. طارق الخولي اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يعني دايما مش بحب ان انا ارد او ان انا ادخل في جدل يتعلق بمواقف واضحه قدام الناس من فتره طويله. ليس لدينا موقف كان داعم لجماعه الاخوان في اي وقت من الاوقات خالص، فبالتالي يمكن من خلاله ان يطلق علي احد ان انا مع الاخوان. وده بالذات لان الاتهام بتاع ان انا مع الاخوان ده بيضحكني جدا، لانه يعني يمكن اكثر واحد كان بيتضرب من الاخوان